سلطان المغاربه كاملين والناس ديال كازا عارفين ان مرس سلطان هو واحد الحي ولا درب كيف كنقولوا كاين في كازا. ولكن واش حنا عارفين القصه ديالو؟ فالقصه كتقول ان مرس سلطان هو سيدي محمد مرس سلطان، كان هو المساعد الاول ديال سيدي مولاي الحسن الاول، وكان مسؤول على المرس ديال العسكر، كان هو اللي كيخدمهم ديك الوقت، وكان معروف في كازا. وكان عنده الفلوس كثيره. واحد الوقت جمع ديك الفلوس كامله ومشى لفاس باش مشى يقرا العلم والفقه، وكان ذكي بزاف، مشى لجامع القرويين وقرا وكان ذكي، وكان الاساتذه ديالو كيتنبؤوا ليه بانه عنده مستقبل زاهر حيت كان كيفهمها في الطياره كيف كنقولوا. ومن بعد فاش سال القرايه ديالو ما نساش كازا ورجع لكازا، ولكن ما رجعش باش يخدم في المرس كيف كنعرفوا، رجع باش يبقى يعاون الفقراء، والفلوس اللي كانوا عنده كاملين كان كيدير بهم الخير وكيعاون بهم الفقراء. وكان معروف انه كيداوي داكشي النفسي، يعني الاعصاب وما الى ذلك، وحتى داكشي المستعصي، يعني وخلا كان عنده شي حاجه مريض، عنده مرض نفسي ولا كيتعصب ولا عنده شي حاجه متقدمه، فهو كان كيداوي. فهو كان معروف انه كيداوي هاد الامراض الروحانيه.